باحب أنا اللي يدخل في الموضوع على طول ده، بتقول لي باقول لِك إيه، أنا باحب شخص جدًا ومتعلقة بيه أوي وما أقدرش أسيبه، ولو ما تقوليش سيبيه، مش هاقول لِك سيبيه، ربنا يهني سعيد بسعيدة، بس في إيه؟ لكن أنا دي بقى بابقى وراها حوارات، لكن أنا متجوزة ومعايا بنتين، يبقى أنتِ كده دخلتِ في طريق مش طريقي خالص. المهم متجوزة ومعايا بنتين، وجوزي مش مريحني خالص وزي ما تقولي قولي، ومش بيصرف عليَّ خالص، وعلى طول إهانة وضرب، وعرضت مشكلتي لناس كتير أوي، وكمان أهلي، بس ما حدش مريحني خالص، والردود بتاعتهم ما بتكونش مريحاني. أنتِ عايزاهم يقولوا لِك يالّا اتطلقي يعني والّا إيه؟ أنا مش فاهمة. وهو على طول إهانة وضرب وبيضربني كمان قدّام عيالي، وبجد أنا مش عارفة أعمل إيه، وآجي على نفسي علشان إيه؟ أنا بجد مش مرتاحة معاه خالص، ورّاني الإهانة والذل في المعاملة على كل لون يا باتستا، وأنا مش فاهمة وهو ما فيهوش أي ميزة خالص لإن عشان أعيش معاه. أو تقول إن الراجل ده كويس، أنا مش عارفة أعمل إيه ونفسي أتطلّق لكن مش عارفة، قولي لي أعمل إيه عشان أنا زهقت. أول حاجة هتعمليها إنِّك هتبعدي عن الشخص ده، ليه؟ لإنِّك طول ما أنتِ شايفة قدّامِك بديل هيبقى هو جوزِك ده أسود حاجة في حياتِك وفي دنيتِك مش هتشوفي غيره، هتبقي شايفاه إن هو الجحيم، فأنتِ أول حاجة هتبعدي عن الراجل اللي أنتِ تعرفيه عن جوزِك ده. والله أنا كان نفسي أقول لِك اتطلّقي، بس الحياة بعد الطلاق ما بتكونش أحلى حاجة ولا بتكون وردية يعني زي ما أنتِ بتبقي متخيّلة إن أنا هاسيب جوزي وهيتقدّم لي 1000 عريس وهاروح أتجوّزه والكلام ده كلّه، لأ، ولو اتجوّزتِ بتتجوّزي واحد بيطلّع عينِك أكتر ما أنتِ كان طالع عينِك في الأول، فأنتِ اقعدي بقى مع عيالِك وأنتِ طالع عينِك وفي وسط عيالِك أو عيالِك في حضنِك وده أبوهم، بدل ما تروحي لواحد تاني يطلّع عينِك وتتحرمي من عيالِك أو جوزِك اللي هو التاني ده يطردهم ويقول لِك لأ أنا مش هاصرف عليهم، لأ، حاولي تحلّي المشاكل كده، حاولي تحلّي المشاكل وسيبِك خالص من الراجل اللي أنتِ تعرفيه ده، وبدل ما أنتِ بتحبي راجل تاني حبّي جوزِك، وشوفي جوزِك إيه اللي بيضايقه وحاولي تصلّحي، حاولي تصلّحي، شوفي العيوب اللي عند جوزِك إيه حاولي تصلّحيها، واحدة واحدة كده والدنيا هتمشي، إنما ما تستسهلوش يا جماعة وتروحوا تحبّوا ناس تانية أنتِ أصلًا الراجل اللي أنتِ حبيتيه ده أصلًا مش أمين، هو إزاي فكّر أو إزاي قِبل على نَفْسه إن هو آآ يكلّم واحدة مثلًا متجوّزة ومعاها عيال من ورا جوزها مثلًا، طَب ما هو أكيد جِه في دماغه إن هو لو اتجوّزِك أكيد أنتِ هتعملي كده من وراه، فهو عمره ما هيتجوّزِك واديني باقولها لِك صريحةً، هو عمره ما هيتجوّزِك عشان لو أنتِ فاكرة إن هو هيتجوّزِك بعد ما تتطلّقي، الكلام ده غير صحيح، وما تفكّريش في الطلاق دلوقتي خالص، وعيشي لبيتِك وعيشي لعيالِك، وحتى لو مش عايزة تعيشي مع جوزِك دلوقتي تجنّبيه، بس أنا باقول لِك نصيحة من أخت لأخت، أنا باقول لِك حاولي تشوفي إيه اللي بيزعّل جوزِك وما تعمليهوش، حاولي تفرّحيه، انزلي اشتري مثلًا أي حاجة جديدة، بيجامة جديدة، حاجة جديدة والبسيها وفاجئيه، اعملي شعرِك كده. هتلاقيه اتغيّر معاكِ والله، والله وربنا يهديكم. وهاستنى برضه رأي إخواتنا في الكومنتات هيردوا علينا، وهيشوفوا إيه الصح ويقولوا لِك عليه. يالّا أستودعكم الله، مع السلامة. أي حد عنده أي مشكلة يبعتها لي على صفحة الفيس، وأنا بارُد على كل الرسايل وكل الكومنتات، وباعمل كمان عليها قلوب. باحبكم.